يا صباح الفل على متابعين القمر. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هكون معاكم في فيديو جديد. النهارده الجمعه، هنعيش مع بعض اليوم كله من اوله. هنعمل فطار وهننضف البيت ونروق الدنيا، وهنيجي بالليل نعمل عشاء. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل اللي عملته. دلوقتي انا كنت هعمل فطار، الكلام ده كان بعد الصلاه. كنت هعمل فول بطماطم، كان فيه مسقعه من امبارح، وعملت جبنة بطماطم بخيار، وكان في عسل اسود. فانا قطعت في طماطم وحتة فلفلاية صغيرة كده سبايسي، وهشوحها في الزيت، وبعد كده انزل عليها بالفول. الفول ده متفرز في الفريزر. احط بقى شوية زيت في الحلة او الطاسة، ولما يسخن انزل عليه بالطماطم دي، وارش عليه شوية فلفل اسود وملح عشان تدبل. ولما تدبل كده وتبدأ كأنها اتسبكت، هنزل عليها بالفول، وهحط برضو المسقعة دي تتسخن على نار هادية. على ما اخلص هبتدي بقى اعمل معاكم سلطة الجبنة. دي جبنة قديمة دبل، ههرسها بالشوكة، وهقطع عليها طماطم تكون طماطم مستوية عشان يكون فيها مية، يكون القلب بتاعها مستوي. هقطع بقى الطماطم قطع صغيرة خالص، وبعد كده هقطع خيار، وهحط عليها شوية زيت، وهعصر عليها ليمون، وهرسها في بعضها. بتبقى حلوة قوي. قطع برضو خيار قطع مش كبيرة، قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. يوم الجمعة ده الواحد بجد مبيقعدش، اليوم كله بيبقى شغل. انا المفروض يعني الناس بتاخد يوم الجمعة ده اجازة، بس هو اجازة فعلا. انا طول الفيديو بقطع طماطم وفلفل طماطم وفلفل، الصبح وبالليل الصبح وبالليل. انا كنت خلاص قطعت تقطيع. هحط بقى شوية زيت، وهعصر عليها ليمونة، واقلبها بقى في بعضها كده، واسيبها شوية. على ما اخلص هتكون الجبنة دخلت في الطماطم، في الخيار، في كله كده، تبقى عبارة عن سلطة جبنة. في متابعة من متابعيني القمر طلبت مني طريقة المكرونة. انا مش ناسياكي، انا صورت الفيديو والله، بس مكسلة عاملة عليه مونتاج. ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده يكون المكرونة اللي انتي طلبتيها مني. عايزة اقول لكم ان النهاردة الاثنين. النهاردة الاثنين، والفيديو ده انا مصوراه من يوم الجمعة، وبجد ما عنديش طاقة. ما عنديش طاقة ان انا اعمل اي حاجة والله، ولا وقت ولا وقت ولا طاقة. فالله المستعان كده. ان شاء الله احاول ان انا منتجه النهارده برضو، بتاع المكرونه، وانزله لكم بكره ان شاء الله. وباذن الله ده هينزل لكم النهارده. كده خلصت الفطار، ويلا بينا بقى نروح نفطر. بعد ما فطرنا بقى شربنا الشاي، وقمت بقى عشان اشوف المعركه اللي ورايا. بدات بالانتريه، بدات من بره لجوه. ده كان المنظر قبل ما انضف. دي كانت كوبايه قهوه شربتها عشان افوق. بس انا بوريكم قبل وبعد، لاني بصراحه ما كانش عندي طاقه بقى ان انا احط رينج لايت والبس وطرحه بقى وحوارات كده. يعني كده انا خلاص نضفته وظبطته. ابتدي بقى انزل على الصاله برضو اخلصها، وبعد كده بقى ادخل على اوضتي. بصوا المنظر. هبتدي بقى اشيل الكفر بتاع السجاده اللي في الارض، واشيل الشيله دي وانضف تحتها. وهعمل ايه بقى؟ بصوا. ده بادي سبلاش، كنت شارياه وريحته ما عجبتنيش، فحطيت عليه ميه وعملته زي معطر كده. فانا برش منه بقى على السراير، على المخدات. انا رشيت هنا تحت الشلتة، وبعدين هحط الشلتة عشان تبقى ريحتها حلوة. برضو هرشه على المخدات.
وابتدي بقى اكمل باقي الركنة بنفس الطريقة. انا عملت كنبة واحدة، هكمل بقى الباقي كده. انا خلاص خلصت اهو. كنست الارض، كل حاجة بقت فل الفل. ابتدي بقى ندخل على اوضتي، نشوف بقى المعركة الكبيرة دي. كان في هدوم عايزة تتطبق، طبقنا الهدوم الحمد لله. والدولاب كان فيه شوية هدوم ايه خريفي كده، نضفنا بقى وشلنا كله. انا وسليم وظبطنا الدولاب بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. بس انا كده خلصت والدنيا بقت فل الفل وكنست كل حاجة. قلت بقى ايه، اولع بخور عشان الحسد. ها، عشان الحسد. شايفاكي يا اللي قاعده بتتفرجي عليا، انت مش بتتابعيني حبا فيا، انت بتتابعيني عشان تعرفي اخباري. عارفاكوا واحده واحده. ونبخر بقى ونقول ايه، من عين فلانه ومن عين فلانه. انا بهزر طبعا. ده ما يمنعش ان في ناس برضو مركزه في حياتنا ومركزه في كل تفصيله وهتموت وتعمل زينا، بس للاسف ما بتعرفش. مش احنا محدش يعرف يقلدنا. انا بقى بخرت الشقه كده، خلصت كل اللي ورايا. كانت الساعة تقريبا الساعة 7 المغرب، 7:30 في الحدود دي كده. ان احنا اصلا بنصحى الظهر، فبنبدأ يومنا من بعد الصلاة، بنبدأ نفطر. بخرنا بقى البيت ركن ركن، زاوية زاوية، عين عين. انا مش عارفة انتوا عارفين ولا لا، ان انا عندي جروب وببيع فيه حاجات اونلاين. فالبخور ده من عندي، اشتروه من عندي. هتلاقوني سايبة اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي والانستا والتيك توك، ولينك الجروب كمان هتلاقيهم هنا مش عارفه اسمها ايه، اللي هي لمحه ولا اسمها ايه دي، اللي هو في تعريف القناه بتاعتي. هنا بقى ده كان بالليل. طبعا احنا اتغدينا، ماما كانت عامله سمك بوري واتغدينا الحمد لله. وده كان بالليل بقى، ده كانت الساعه 11 تقريبا. جعانين بقى، فقلت ايه، بدل ما اروح اعمل لهم سندوتش جبنه، لا احنا نعمل كريب. هو سندوتش الجبنه، بس احنا بنخليه مثلث بدل ما يبقى طويل. قطعت بقى فلفل، وقطع طماطم برضو رفيعة خالص كده، اللي هي الشرايح الرفيعة دي اهي زي ما انتم شايفين كده. معايا عيش وجبنة قديمة. هيبقى سندوتش جبنة بس احنا هنحمصه. سليم بيحبه قوي، هو اللي اصلا قاعد يشجعني يقول لي اعملنا يا ماما، بالله عليكي يا ماما. بس بصوا بقى، هنجيب الرغيف اهو، رغيف مدور عادي. هنقطع حتة عشان يبقى مثلث كده، وهدهنه بقى كله جبنة. اهو بصوا، دي جبنة دبل قديمة. دهنته كله والاطراف عشان ما تبقاش فاضية. وابتدي بقى احط طماطم وفلفل بنفس الطريقه دي، وابدا بقى ايه، ارولو كده. عارفين الكريب الكونو اللي بنشتريه من بره، زيه كده. كنت حاطه بقى طاسه تيفال على على النار، تسخن، وحطيت فيها شويه زيت. قمت رايحه بقى منزلاه موطيه عليه طبعا. الجبنه بقى بتسيح والعيش بيتحمص، بيبقى طعمه حلو قوي، والطماطم بتنزل ميتها، بيبقى ميكس كده رهيب. جربوه هتدعولي. واوقات كتير بعمله ببطاطس، يعني نفس المكونات دي بزود عليها بطاطس محمره. بصوا، انا كنت حاطه في السندوتشات بتاعتنا حاجه زياده عن بتاع سليم. كنت حاطه فلفل. عارفين الفلفل اللي بيجي مع الجبنه الدبل ده، بيبقى سبايسي موت. قطعته بقى وحطيته معاهم في السندوتشات يعني. بس انا عملت كل واحد واحد وبحمصهم بقى بالدور. الطاسه مش بتاخد غير 2 بس. ونضفت مكاني والدنيا فل الفل. وسليم جاب لي ورق بحطه فيه كده. بصوا، مهم. بصوا بقى الكريب، احلى كريب ده ولا ايه؟
نكون قاعدين بالليل جعانين بنقعد نفتكس اي حاجه جوه اخر الليل، ده مصيبه. جربوها وقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. انا كده خلصت الفيديو واقول لكم بقى سلام. بصوا بقى، هقول لكم دلوقتي على اختراع محدش يعرفه. بصوا دي قهوه والله هي بن فاتح، مش عارفه ليه غامقه في الكاميرا. انا شربت القهوه خلاص وده التفل بتاعها ماشي. فايه، هحط عليها ميه ورد زي ما انتم شايفين كده، واقلبها وهحطها ماسكه على وشي، وبتتحط تحت العين بتشيل الهالات السوداء، تصبغات الشمس. طبعا انتوا عارفين انا بشرتي بتتاثر بالشمس جدا، فدي بتوحد لون البشره. فانا بقى احطها على بشرتي واسيبها لحد ما تنشف وافركها. بصوا تبقى عامله ازاي.